مرحبا بتلاميذ السنة السابعة أساسي في هذا الجزء الثاني من درس القوى في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. كنا تعرضنا في الجزء الأول على مفهوم القوى وخدمنا عليها شوية تطبيقات. في هذا الجزء باش نقرأ خاصية القوى وكيفية استعمالها على بركة الله. الخاصية الأولى، نفرض عنا 3 قوة 2 في 3 قوة 4. هوني أول حاجة لاحظوها اللي احنا عنا نفس العدد بقوة مختلفة. 3 قوة 2 هي 3 في 3. 3 قوة 4 هي 3 في 3 في 3 في 3 4 مرات. هذه تساوي 3 قوة 2 مع 4 اللي هي 3 قوة 6. إذن جزء قوتي عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر هو قوة لنفس العدد دليلها يساوي مجموع دليلين. إيش معناها؟ معناها عندي زوز عدد كما هوني 3 قوة 2 و3 قوة 4. لاحظوا اللي احنا عندنا نفس العدد ودليل القوة مختلف. هوني تساوي 3 اللي هو نفس العدد، لكن في القوة دليل القوة يساوي مجموع دليلين. 6 هي 2 مع 4. ناخذ مثال نزيد نفهمه به. المثال الأول 5 قوة 2 في 5 قوة 7. إذا نفس العدد 5، دليل القوة مختلف، هوني 2 هوني 7. إذا هذه تساوي 5 قوة 2 مع 7 تساوي 5 قوة 9. مثال ثاني 2 قوة 4 في 2 قوة 3 تساوي 2 قوة 4 مع 3 تساوي 2 قوة 7. مثال ثالث عندي 10 قوة 2 في 10 قوة 4. كما حكينا نفس العدد 10، دليل القوة هوني 2 وهوني 4. إذا تساوي 10 قوة 2 مع 4 تساوي 10 قوة 6. الخاصية الثانية لدينا 5 قوة 3 في 2 قوة 3. هوني نلاحظوا اللي احنا عندنا نفس دليل القوة، الأعداد مختلفة، هوني 5 و2 لكن نفس دليل القوة. إذا 5 قوة 3 هي 5 في 5 في 5 3 مرات. 2 قوة 3 هي 2 في 2 في 2 3 مرات. وهوني نستعملوا خاصية الضرب اللي هي تجميعية وتبديلية. نولي نبدل، يولي عندي 5 في 2، نجيب الخمسة بحذا 2 في 5 في 2 في 5 في 2. هذه تساوي 5 في 2. قداش تعودت من مرة 3 مرات. تساوي 5 في 2 قوة 3 تساوي 10 قوة 3. إذن جزء قوتي عددين صحيحين طبيعيين مخالفين للصفر لهما نفس الدليل هو قوة لجزائهما لها نفس الدليل. ناخذ مثال 7 قوة 3 في 5 قوة 3. هوني نلاحظوا اللي 7 و5 مختلفين، 3 هوني نفس دليل القوة. إذا نعمل 7 في 5 بين قوسين كلها قوة 3، واللي عندي تساوي 35 قوة 3. مثال ثاني 2 قوة 5 في 3 قوة 5. كيف عندي نفس دليل القوة 5. إذا ناخذ الأعداد نضرب 2 في 3 بين قوسين كلها قوة 5 تساوي 6 قوة 5. مثال ثالث 11 قوة 2 في 7 قوة 2 تساوي بين قوسين 11 في 7 كلها قوة 2 تساوي 77 قوة 2. الخاصية الثالثة، هذه الكتابة تسمى قوة القوة وتقرأ 7 قوة 5 قوة 3. هذه تساوي 7 قوة 5 في 7 قوة 5 في 7 قوة 5، بحكم هي قوة 3 معناها تعاودت 3 مرات. تساوي 7 قوة 5 مع 5 مع 5، وهذا حسب الخاصية الأولى اللي تعرضنا لها. تساوي 7 قوة 5 في 3 تساوي 7 قوة 15. وبالتالي فإن قوة عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر هي قوة لهذا العدد دليلها يساوي جزاء الدليلين. ناخذ مثال باش نفهم أكثر. 2 قوة 3 قوة 7.
مادام عندي قوة القوة إذن هذه تساوي 2 قوة 3 في 7 تساوي 2 قوة 21. مثال ثاني، 3 قوة 2 قوة 5 إذن تساوي 3 قوة 2 في 5 تساوي 3 قوة 10. 8 قوة 5 هوني ما عنديش قوة القوة، لكن الرقم 8 نجم نكتبه 2 قوة 3 يولي عندي 2 قوة 3 قوة 5 تساوي 2 قوة 3 في 5 تساوي 2 قوة 15. لخص القواعد اللي شفناهم في الجزء الأول واللي شفناهم اليوم في الجزء الثاني. القاعدة الأولى: قوة 0 يساوي 1، أي عدد قوة 0 يساوي 1. القاعدة الثانية: قوة 1 تساوي هذه الخاصية الأولى. عندي العدد قوة n في قوة m تساوي قوة n مع m. عندي نفس العدد بدليل قوة مختلف، نحط العدد ده بيدو ونجي لدليل القوة نجمع بيناتهم. الخاصية الثانية: قوة n في b قوة n تساوي بين قوسين في b كلها قوة n. هوني نلاحظ اللي عندنا نفس دليل القوة، إذا نضرب زوز أعداد عندهم نفس دليل القوة، نضرب العدد بين قوسين في b وناخذ نفس الدليل نحطه في b قوة n. قوة n قوة m، قوة القوة تساوي قوة n في m. هكا نكونوا كملنا الجزء الثاني من درس. إن شاء الله الجزء الثالث باش نصلحوا فيه بعض التمارين وباش نتعرضوا لأكثر الأخطاء الشائعة عند التلميذ ونحاولوا نصلحوها. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل جامي بارتاج وأبوني باش يوصلك جديد، ونستنى مقترحاتكم في لي كومنتير. ميرسي.